اثنين. قلت أنتم دولة؟ قال نعم. قلت في عرف الإسلام وفي عرف العالم كله، ولا أعلم في تاريخ البشرية كلها إلا أن يكون قائد دولة معروف، وأنا على استعداد لمبايعته. أشوف، بس أرجو يكون ما حد عم يسجل. أظن ما حد بيسجل. أنا على الغالب لا ما بيسجل، أنا مسجل خالص. نعم. فهم على استعداد لمبايعته، لكن بالشروط الشرعية. أو الشرط الشرعي يطلع يجلس الرجل يقول، وما دام الدولة محررة ما في عذر الآن في الاختفاء. لاحظ، ما دام في عندنا أرض محررة كما قالوا أكبر من المدينة ب1000 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة في المدينة، وهذا حجة من حججهم إنه المدينة صغيرة. وكم المساحة اللي هم الآن مسيطرين عليها تقريبا؟ لا، أنا أعني المناطق المحررة. إيه؟ المناطق المحررة. إنه هذه أكبر مدينة بكثير، فيمكنه هو أن يخرج على الناس ويقول الناس بويعت سبق الناس فبايعوني، فيجب على العرعور وعلى غيره القاضي أن يبايعوني، باعتبار أنه أجمع على بيعته أو سبق الناس إلى بيعته. إيش كان الرد؟ ما في جواب. أنا أقول لك على الهواء، بعلن بيعته وبطلب ممن يطيعني أن يبايعوا، بس بشرط يطلع على الهواء. عندنا 10 أسئلة من نعرفه هو من مين، لأنه في تصرفات غريبة من الأطراف هؤلاء. لكن هل كل السوريين اللي اشتركوا في الثورة يتفقون على إقامة دولة بهذا الشكل تمتد من العراق؟ يعني مش دولة سورية فقط، لأن هي لامتدادها خارج سوريا. إيه، الآن ليست هذه القضية بقد قضية أثبت العرش ثم نخش. طيب، قضية الكلام على جبهة النصرة نفس الكلام؟ لا يعني لا، في تنسيق مع الجولاني؟ لا، ما هذا أقصد التنسيق. الكلام معهم لا. جبهة إنه هن كانوا أول كما تعلم جبهة واحدة، والآن لا، انقسمت. خرجت داعش من جبهة النصرة، فهؤلاء صار لهم منهج وهؤلاء لهم منهج. ايش الفرق بين الاثنين؟ جبهة النصرة لا تعلن قيام دولة، وبالتالي تعامل الآخرين معاملة عادية، إنه دول إخوان فصائل موجودين على الساحة. الدولة تنظر إلى الأمر من منظر هي الدولة، وأن هؤلاء خارجون عن الدولة. لا، هذا فرق كبير جدا. ثم وبالتالي اللي يفهم منك أنه أنت متفق مع جبهة النصرة ومختلف مع داعش؟ لا أستطيع أن أقول متفق، لكن أقول أن جبهة النصرة بدأت في أمور كثيرة جدا تتضح عندها، وأنها تمشي مع إخوانها من الكتائب الأخرى. ولا أتهم كل فرد في الدولة، ولا أتهم كل قائد، ولا أتهم الآن الدولة أنها هي ذات منهج تكفيري معمم على الجميع، لكن أصرح أن هناك أفراد موجودين في سوريا سواء كانوا منتسبين للدولة أو غيرها لديهم هذا المنهج التكفيري، ليس التكفيري كما يقولون في مواجهة الإرجاء، لا، تكفيري خارج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي هو وسط بين الإرجاء وبين التكفير.